تعرف إن أدوية المعدة اللي أنت ماشي عليها بقى لك فترة طويلة ديّة ليها تأثير سلبي على كتير من العناصر الغذائية؟ الناس اللي ماشية على طول على الأدوية اللي بتقلل إفراز الحمض المعدي سواء بقى عندها ارتجاع أو عندها قرحة معدة أو حتى الناس اللي بتستخدمه عشان يحمي المعدة من المسكنات، وده بيكون أكتر مع كبار السن. مع الوقت يبدأ يقل عندنا امتصاص فيتامين B12 ويقل عندي امتصاص الحديد ويقل عندي امتصاص المغنيسيوم ويقل عندي كمان التأثير بتاع البروبيوتكس على الجهاز الهضمي. معنى كده إن أنا محتاج آخد الحاجات دي كمكملات معايا، ولكن ركّز معايا لحد آخر الفيديو عشان أقول لك على كام نقطة مهمة. أول نقطة لازم تبقى عارفها إن أنا لمّا آجي آخد فيتامين B12 يُفضّل آخده بطريقة غير طريقة الإقراص الجاهزة للبلع. ليه؟ لإن كده مش هيمتص، فالأفضل آخد المنتجات اللي فيها فيتامين B12 على شكل يا إما لزقة على اللسان أو قرص تحت اللسان. هنا بيكون امتصاصها عالي ومش محتاج المعدة معايا في حاجة، وبالتالي إحنا عدّينا الخطوة بتاعة إفراز الحمض المعدي اللي واقفة أصلًا باستخدام أدوية المعدة، وده هيكون أفضل لك بكتير من الحقن وأريح للناس الكبيرة وأريح للسيدات وأريح للبنات. كده إحنا عرفنا النقطة الأولى الخاصة بفيتامين B12، ناخد النقطة التانية الخاصة بالحديد، وهنا لمّا أروح للحديد ده بيظهر أكتر عند السيدات، خاصةً في الفترة العمرية اللي فيها الperiod لسه شغالة أو عند السيدات كبار السن عشان مشكلة الأكل عندهم. في الحالة ديّة تبقى عُرضة أكتر إن يظهر عندها أنيميا نقص الحديد. لمّا نيجي ناخد حديد للحالة ديّة هناخد أنواع الحديد اللي مش مُعتمدة على الحامض المعدي، وهنا هنروح لأنواع الحديد اللي موجودة على شكل ساكروزوم أو اللي موجودة على شكل لايبوزوم أو أنواع الحديد اللي موجودة ماسكة في اللاكتوفيرين أو أنواع الحديد اللي ماسكة في الأحماض الأمينية. كده أنا قُلت لحضرتك أهم مشكلتين ممكن يحصلوا مع أدوية المعدة. المشكلة التالتة وهي البروبايوتكس، في الحالة ديّة لازم ناخد مع الدوا بتاعنا الكبسولات اللي فيها البروبايوتكس أو السيمبايوتكس، وارجع معانا للحلقة الخاصة بالبروبايوتكس والحلقة الخاصة بالسيمبايوتكس. افتكر دايمًا إن صحتك أهم.